من احلى الحاجات اللي بحبها فينا كجمهور النادي الاهلي ان احنا وقت الخساره ما عندناش عزيز، الكيان وبس. الاهلي وما بعد الطوفان، احنا ما عندناش عزيز. طيب، مش عايزين نسمع الفتره اللي جايه استاد النادي الاهلي هنعمله كذا، استاد الاهلي قرب على انشائه، المعروض في السوق قليل بالنسبه للصفقات، في لعيبه لكن ما فيش دولار. طيب، اداره الكابتن محمود الخطيب او محمود الخطيب وادارته مساء الفل. زي ما انتقدنا كولر او الراجل الجردل اللي ماسك الفرقه والواد اللي كان داخل يلعب ضربه جزاء وضاع على الانفراد، والواد اللي نسي الكوره دوت خالص الفولت، هو دخل يلعب ضربه جزاء عشان ياخد اللقطه، يعمل نيني ويرمي تصريحات الناحيه التانيه عشان تعمل شطه، ويطلعوا استوريهات وانستجرامات فاهم ازاي؟ فردت في صدره قتلته، زي شيكابالا بالظبط. دخل السوبر المصري ياخد لقطه مش في دوره، اما ترد في صدره مزعلاه من نوايا. تسلك النيه ربنا يديك، ما تسلكهاش تاخد فوق دماغك. المهم، لو انت حضرتك شايف كابتن محمود الخطيب وبالاداره عندنا ان التصريحات اللي طلعت دي بتاعت كابتن محسن صالح دي تاني مره يطلع يقول لي الكلام ده. النهارده بيقول لك الاهلي كان كويس جدا وشكله كويس وصنع لنا فرص ما قدرناش نستغلها، ما كانش فيه توفيق، لكن السكواد بتاعنا قوي، بيرمي كلمتين بيدعم بيهم الاداره بس. فاهم؟ سكواد مين اللي قوي؟ ده النهارده التصريحات دي شبه تصريحات الجردل بتاعنا في المؤتمر الصحفي، اخوك كولر الجردل بيقول لك ايه؟ صنعت لنا فرص كتيره ما قدرناش نستغلها. عزيزي كولر، لو عزيزي الجردل وعزيزي كابتن محسن صالح، لو انتوا مش مدركين ان ده النادي الاهلي فدي فضيحه. 120 دقيقه عملنا فرصتين. 120 دقيقه عملنا فرصتين، فاهمين حاجه؟ فرصتين في 120 دقيقه. لو جبت فرقه في الدرجه التاسعه هتعمل فرصتين في ربع ساعه عادي يعني، وارد جدا. فالمهم، السكواد ده كابتن محسن صالح حلو في افريقيا وفي المحليات هنا، دوري المهلبيه البليله بتاعنا دوت، الدوري الضايع ده برضه بنقع فيه. يعني يا ريت حتى نافع، بس بنقع فيه. المهم، مش متصدرين حتى. فالدوري ده انت بتقع فيه. طيب افريقيا، جمهور النادي الاهلي بعد ربنا والتاريخ بتاعنا من جعلها مهلهله ودوري الرمضانيه، الناس بتخاف منك، لكن في فرق في القاره اتقل مننا. بس المشكله هم بيشوفوا التيشيرت الاحمر بيخافوا. فدي اوريدي بتنزل مركبانا الملعب نفسيا على اي فرقه. بننزل احنا راكبين اي ماتش في افريقيا بنسبه 30 40% كده على جنب، في 3 4 من 10 احنا متفوقين على المنافس فيهم بسبب التيشيرت الاحمر، مش بسبب ان هو شايف لعيب ده النادي الاهلي فنازل خايف منك لله في لله. لكن لو في فرق ما عملتلكش حساب او هتعاملك مش بالتاريخ وتعاملك بالحاضر، انت مستواك ايه النهارده، فاحنا هناكل على قفانا كتير في القاره الافريقيه السنه دي. واحنا هو انت اهو، لو فضلنا بالاداء بتاع الجردل اللي معانا ده، ان شفنا حاجه في القاره ابقى تعالى حاسبني. حلو. طيب، الفرقه محتاجه مهاجم، الفرقه محتاجه مدرب قبل المهاجم عشان العيال الدراويش بتاعت كولر. جماعه ما تتعبوناش بالله عليكم. لو حضرتك لسه ما زلت شايف ان كولر مدرب عالمي، ليه تعب اعصابك وتعب نفسك؟ انت تعبنا معاك. سيبك من الكوره خالص، الكوره مش بتاعتك. صدقني والله حرام تتفرج عليها يا معلم، حرام، انت بتتعبنا احنا وبتسوق سمعتنا كمان. اما تبقى اهلاوي شايف ان الجردل اللي بيطلع باك يمين باك شمال وينزل باك يمين، وعنده لعيب بره زي كريم الدبيس بيلعب منتخب اولمبي ولعب اولمبيات وبيحتك واحتجاجات محافل دوليه، ما قاعده بره على الدكه مش عايز يديله فرصه. فحضرتك راجل زيك زي الجردل بتاعنا، ما تتكلمش في الكوره يا معلم وتقول معانا مدرب عالمي تكون الاداره لازم تجيب له صفقات. ده مدرب ضايع زيه زيك، هيتقال يعني. انا بحب، صدقني مش بغلط فيك، انا بوصفك زي الجردل اللي معانا بالظبط. بالظبط. كل حاجه عشان الجردل اللي معانا كان يخلع منها يقول لك ايه؟ انا اللعيب اللي بيجد كويس في التمرين وبيجتهد في التمرين بقى هو اللي ليه مكان عندي. كريستو ما بيجتهدش، عمر الساعي ما بيجتهدش، كريم الدبيس ما بيجتهدش، كل اللعيبه دي الصغيره دي ما بتجتهدش. حتى كوكا ما كانش بيجتهد، ده كوكا لعب معاك عافيه لما اضطريت تلعبه لان ما كانش فيه اماكن وبدا ياخد بقى. فعزيزي درويش كولر، امتنع عن الفرجه، ربنا يعينك معاه، اقعدوا غنوا مع بعضكم كده، احنا عندنا مدرب عالمي بس عايزين صفقات. طيب، اداره النادي لازم حضرتك تراجع نفسك كويس، تاخد قرار جريء ان انت المدرب بتاعك ممكن تمشيه عادي، مش مشكله الشهر دوت عادي، ممكن تمشيه في يناير مفيش مشكله، عادي، وارد جدا، عادي جدا خالص. ما فيهاش حاجه، ما فيهاش حاجه انت تبقى شايف راجل مضيع هيبه الفرق عادي. ما فيهاش حاجه انت تبقى شايف واحد زي كهربا تقف تقول للمدرب دوت هو لو هيفضل موجود او هتجيب مدرب جديد تقول له ده يلعب جناح يا تقول لنا نمشيه. عايزين نعرف التيم بتاع تحليل الاداء. عزيزي الاهلاوي لو ما تعرفش، عندنا فريق محللين اداء في الفرقه، عايزين نعرف بيعمل ايه. هو محللين الاداء دول بيقعدوا يتكلموا مع كولر يقولوا اللعيب الفلاني دوت ارقامه كذا، تحليله كذا، اداؤه كذا، ده يقدر فرصته انه يكمل ما يكملش، ولا الناس دي قاعده شغاله كده بالحب؟ عشان افهم بس. ما انا مش شايف اي تطور في الفرقه فني بقالنا فتره كبيره قوي. ولا انا يا جماعه بتكلم غلط؟ انت شايف الفرقه بتاعتك بتتطور فنيا خالص؟ احنا الكيرف بتاعنا السهم نازل لتحت، احنا بنسوق اكتر من السواد اللي قبله. كل يوم بنشوف حاجه تقرف. لجنه التخطيط ولجنه الكره واداره التعاقدات هيبقى ليها دور، ولا هنفضل برضو كده حضراتكم تسمعونا الكلمتين بتوع ايه؟
اللي معروض قليل، السوق ما فيهوش لعيبه كتيره، مفيش دولار، هنبني النادي، هنعمل مشاريع عالميه، مش عايزين الكلام دوت. حتى الاستاد اللي انتوا بتعملوه ده في اكتوبر، مش عايزينه، مش اولوياتنا خالص. ده مشوار علقه، ده احنا كجمهور قرفانين من استاد السلام اللي هو قريب. فانت عايز تودي الناس اكتوبر، مش اهتماماتنا خالص دلوقتي تماما. دي فرقه كوره محتاجه الدعم. حتى لو حضرتك هتعمل استاد، هتعمل اللي تعمله، فرقه الكوره اولى على راس قائمه الالتزامات والاولويات. فاحنا محتاجين مهاجم، محتاجين لعيب خط نص تقيل، تقيل بمعنى كلمه تقيل. او بس قبل كل دول محتاجين مدرب، محتاجين جناح محترم، لان في ممكن تجيب مدرب تقيل يعمل من الخامه اللي عندنا دي ناس كتيره كويسه، وارد جدا. احنا شفنا فايلر من الفسيخ، فسيخ عمل منه شربات. ما تقدروش ترجعوا فايلر تاني عشان خاطر كابتن سامي عبد الحفيظ قال تصريح قوي. قال لك ان كابتن محمود الخطيب وهو قاعد مع فايلر بينه التعاقد، قال له ما زوجتك ممكن تيجي هنا وتاخد القرار سوا. قال له لا، انا عايز اروح اقعد مع اهلي شويه هناك واخد القرار هناك. قال له لو خرجت اعتبر نفسك مش معانا. تصرف سليم من كابتن محمود الخطيب مليون في المية. بس ما فيش حاجه ان ممكن تتفاوض معاه تاني او تتفاوض مع حد بيلعب بالاسلوب بتاعه دوت. مش عيب، لان الراجل ما مشيش منك وهرب. الراجل احترم عقده للنهايه، وظروف كورونا مش طبيعيه، حاجه جايه من عند ربنا، ظروف قهريه على الدنيا كلها. فالراجل مشي. هو مش ابن النادي، هو من انت عندك ناس باعتك هنا من ولاد النادي وعادي يعني، صباح الفل. فشيء طبيعي. حابب تتفاوض معاه يا ريت والله. مش حابب تتفاوض معاه وعايز تجيب مدرب جديد يكون بيلعب كوره شبهه برضه، يا ريت. احنا عايزين حد يرجع هيبه الكوره في النادي الاهلي. هي مش بالبطولات بس، مش كل فتره هنعمل لنا ماتش، مش كل كام ماتش نعمل لنا ماتش ويطلع هو طول ما هو قاعد ماسك ورقه وقلم عمال يكتب ويطفح، عمال يعمل كده. ما اللي ذاكر ذاكر يا عم. طيب العيوب اللي بتكتبها ديت ما تتغيرش، هي كل ماتش. فاداره الاهلي احب ان نختم الفيديو برساله: بعد صفقات، او عفوا بعد شهر يناير، بعد انتهاء شهر يناير الميركاتو الشتوي، الجمهور مش هيسمي على حد. ومش هيسمي على حد، دي مش تهديد عشان ما حدش يحط عليه في حته قانونيه. الجمهور مش هيتناقش مع حد في الدعم الفني، يعني مش هيسمي على حد في الدعم، في التشجيع، في الحضور، في النقد. الجمهور هيصلخ في النقد، مش هيسمي على حد. وانت بدون الجمهور لا تسوى شيء. من الاخر، اي اداره هتيجي تمسك نادي الاهلي بدون الجمهور لا تسوى اي شيء. لحد كده مش عايز اطول عليك، واشوفك ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.